إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، وكما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة، أعلن المحامي ديال الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلم صنصال فرانسوا زيماري أن قضية بوعلم صنصال سيتم نقلها إلى الأمم المتحدة. سوف يتم رفع هذه القضية إلى الأمم المتحدة لمقاضاة الجزائر، وذلك بعدما رفضت الجزائر على أنها تخلي المحامي ديال بوعلم صنصال من أنه يدخل للجزائر للدفاع عن موكله. فبالتالي أعلن اليوم المحامي ديال بوعلم صنصال، وبعدما انتظر طويلا على أنه يتم السماح له للدفاع عن موكله وتم رفض ذلك من طرف نظام حضارة الجزائر، أعلن أنه سينقل وسيرفع هذه القضية إلى الأمم المتحدة. ويبدو متابعينا الكرام بأن هذه السنة ستكون سنة سوداء على نظام حضارة الجزائر، خصوصا كذلك وأن المقرر الأممي لحقوق الإنسان قدمت تقرير أسود بكل ما تحمل الكلمة من معنى على حالة حقوق الإنسان في الجزائر. لنستمع للمداخلة ديالها في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. في مشاركة المجتمع المدني منذ الحراك ودستور عام 2020 هناك شواغل جدية حول قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اختاروا العمل خارج مسارات المجتمع المدني. المدافعون الذين التقيتهم الذين يعملون على الفساد والاختفاء القسري وتعزيز حقوق الأقليات وحماية البيئة والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان كانوا من بين أولئك الذين حدثوني عن الخوف الذي يعملون في خضمه. بعضهم ألغى اللقاءات في اللحظات الأخيرة خوفا من الأعمال الانتقامية. وإن هذا قلت لك بان كاين شي وحدين، حيت هي هذه زارت الجزائر، كانت دايره على انها تلاقى مع شي وحدين اللي معارضين للنظام الجزائري، لكن الغوا اللقاء معها في اخر لحظه لانهم كانوا خايفين من ان النظام الجزائري ينتقم منهم ويدخلهم للسجون. استخدام المادة 87 مكرر من القانون الجنائي لاتهامهم بالإرهاب، وهذا التعريف فضفاض ويتيح للسلطات الأمنية إمكانية اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان. أعاود مناشدتي للحكومة الجزائرية لتعديل هذه المادة والتأكد بأن تعريف الإرهاب والجرائم المرتبطة بذلك محددة بدقة وهي غير تمييزية ولا تقوم على المفعول الرجعي وتتماشى مع المعايير الدولية. وآمل أن أوصل الانخراط مع الحكومة حول التوصيات التي وردت في تقريري والعمل مع الدولة للتأكد من أن زيارتي لم تكن مجرد عملية صورية. إذن كما سمعتم من خلال هذه المداخلة ديال المقررة الأممية اللي قدمت تقرير جد 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 أسود على نظام حضارة الجزائر. إذن نرجعوا للمحامي ديال بوعلم صنصال ونشوفوا شنو كيقول فيما يتعلق بالموضوع ديال نقل الملف ديال بوعلم صنصال إلى الأمم المتحدة أو رفعه إلى هيئات الأمم المتحدة. في تطور جديد في قضية الكاتب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بوعلم صنصال، أعلن محاميه الفرنسي فرانسوا زيمراي اليوم الثلاثاء عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد الجزائر أمام هيئات الأمم المتحدة بعد 4 أشهر من اعتقال موكله دون تمكينه من التواصل مع دفاعه. وحسب صحيفة لو ماريان الفرنسية، يواجه بوعلم صنصال البالغ من العمر 80 سنة احتجازا تعسفيا من قبل السلطات الجزائرية التي لم تسمح له بلقاء محاميه الفرنسي، مشيرة إلى أن صنصال طلب منه من الطرف الجزائري التخلي عن محاميه هذا اللي غادي يرفع القضية الأمم المتحدة بسبب أصوله اليهودية. وطبعا الحال ندخلوا القضية ديال المعاداة السامية في خطوة أثارت جدلا واسعا. ونقلت ماريان عن محامي بوعلم صنصال نفيه لما صرح به نقيب المحامين في الجزائر مؤخرا بأن صنصال قام بتغيير جميع المحامين الجزائريين والفرنسيين مفضلا الدفاع عن نفسه. دابا في حضارة الجزائر شنو قال لك ودي بأن بوعلم صنصال قال لهم بأنه غادي يتخلى على جميع المحامين وأنه غادي يدافع على راسه براسه. يعني الحماق هذا شي حاجة ما كتدخلش العقل بطبيعة الحال. فطبعا الحال المحامي ديال بوعلم صنصال ينفي هذه القضية جملة وتفصيلا.
وفي ظل هذه التطورات تشير الصحيفة الفرنسية إلى أن الدفاع الفرنسي الممثل لبوعلم صنصال قرر اتخاذ موقف أكثر صرامة، حيث أعلن زمراي اليوم الثلاثاء 11 مارس أنه سيتوجه إلى عدة هيئات داخل الأمم المتحدة، مشددا على أن غياب الدفاع يعني استحالة إجراء محاكمة عادلة، مما يجعل الاحتجاز غير قانوني. وأشار المحامي حسب لوماريان بأنه التزم طوال الفترة الماضية بالإجراءات الجزائرية لكنه لم يتلقى أي معاملة بالمثل، موضحا أنه قدم عدة طلبات للحصول على تأشيرة لزيارة موكله لكنه قوبل بالتجاهل دون أي رد رسمي من السلطات الجزائرية. كما لفت المحامي بوعلم صنصال الانتباه إلى حملة إعلامية معادية له في الجزائر، مشيرا إلى أنها تخللتها نبرة معادية للسامية دون أي رد فعل من الحكومة الجزائرية، ما يعكس بحسبه غياب استقلالية القضاء في البلاد وفق ما نقلته الصحيفة الفرنسية المذكورة. وفي تحركه القانوني أوضح زيرماي أنه سيلجأ إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بدءا من المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحامين بسبب تدخل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في القضية، بحيث وصف صنصال بأنه محتال متجاهلا قرينة البراءة، في إشارة إلى أحد الخطابات تبون حول الكاتب بوعلم صنصال، وليس فقط أنه قال محتال بل قال بأنه مجهول الأب. وبطبيعة الحال حينما تصف واحد الشخص اللي هو مازال في طور المحاكمة، تخيلوا معايا دابا واحد المتهم مازال في طور المحاكمة، كيخرج الرئيس ويصفه بالمحتال، يعني عطاه واحد التهمة. هذا التهمة منين جات؟ ما جاتش مع المؤسسة القضائية، جات عند الرئيس. شفتوا كيفاش كيورطوا راسهم بالغباء؟ شفتي تبون كيفاش كيزيد يورطهم بأمور غبية ولا بتصريحاته الغبية؟ نزيدوا. كما أشار المحامي الفرنسي إلى أنه سيقدم ملف القضية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يشرف على مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي. ناري القضية غادي تمشي الأمم المتحدة في محاولة لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها صنصال والمطالبة بالإفراج عنه فورا. وطبيعة الحال معروف بأن بوعلم صنصال في حالة صحية حرجة، قدر يموت في أي لحظة، وداخل في إضراب عن الطعام، وعنده السرطان. إلا مشى مات بوعلم صنصال، صدقوني إلا مشى بات بوعلم صنصال غادي تكون كارثة على النظام الجزائري، خصوصا أننا قرينا أو سمعنا التصريح ديال المقررة الأممية اللي كتقول بأن الحالة ديال حقوق الإنسان في الجزائر كارثية، وزادوا عليهم الملف ديال بوعلم صنصال، والسيد قريب يموت، ما كتعطى ليه العلاجات في المستوى، داير إضراب عن الطعام، عنده الكونسير، عنده السرطان، وعاد جالسين كيهددوا فيه وكيضغطوا عليه باش انه يغير المحامي ديالو، ما بغاش يغير المحامي ديالو. فالوضع بالنسبه او الملف بالنسبه لبوعلم صنصال سوف يتوجه الان للامم المتحده حسب المحامي ديالو. بطبيعه الحال غادي نتبعوا الملف ونشوفوا فين غادي يوصل. نشوفكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل.